اتحسن طول الفترة اللي فاتت دي كلها. لا ابدا، بالعكس، حالة التوهان وعدم التركيز اللي انا كنت فيها كانت بتزيد اكتر واكتر، وكمان رؤية الخلايات الفلاحين اللي كانت بتقول الحقيقة كانت لسه مستمرة. هاي وبعدين باباكي عمل ايه؟ بابا هاجم الشيخ عاشور بقوة، قال له ايه اللي انت كنت بتعمله ده، وان ده كله ملوش لازمة، وهدده انه هيطرده من البلد كلها لو ما شافش الحل لمشكلتي. وطبعا الشيخ عاشور خاف من التهديد ده. لا ابدا، ده هاجم بابا كمان بكل قوة واتهم ان هو سبب في كل اللي بيحصل واللي هيحصل. ايوه بس اكيد باباكي ندم على اللي عمله في شبابه. بابا مندمش ولا حاجة، وكمان كان لسه بيشتري كتب السحر واستحضار الارواح وبيحتفظ بيها. بس يمكن كان بيقرأ الكتب دي للمتعة، مش قصده منها حاجة وحشة. مفيش حاجة اسمها كده يا حنين، قراءة الكتب دي محرمة، ما ينفعش حد يقرأها لمجرد المتعة. هاي وباباكي عمل ايه؟ بابا دخل في حالة نفسية سيئة جدا بعد المواجهة دي، وقرر ان هو يعمل اي حاجة الشيخ عاشور هيأمره بيها، بس اهم حاجة يخلص من عقدة الذنب من ناحيتي. وأمره بإيه الشيخ زفت ده؟ أمره يعمل عزومة لكل أصحابه ومعارفه، ويعمل جلسة استحضار جماعي لأرواح موتاهم. أيوة برضو ما فهمتش ايه هدف العزومة دي يعني. الشيخ عاشور قال لبابا ان الأرواح دي تطرد أرواح الفلاحين اللي في الفيلا. حاجة غريبة قوي. هاي طيب وبعدين؟ بابا فعلا عزم كل أصحابه في عزومة كبيرة جدا، وقعد هو والشيخ عاشور على رأس السفرة. وابتدت الطقوس مش كده؟ أيوة، من قبل ما حتى الضيوف يمدوا ايديهم على اللقمة اللي كانت على السفرة. المشكلة مش في كده يا حنين، المشكلة أنا. بابا في عزمة الطقوس شغالة نسي الهدف الأساسي اللي معمول علشانه الاستحضار. ايه ده؟ ازاي؟ بابا افتكر المتعة القديمة وابتدى ان هو يعذب الأرواح الجديدة ويسخر منها ويتعالي عليها. طيب وأهل الأموات دول كانوا ايه موقفهم؟ طبعا انفعلوا جدا وحذروا بابا من اللي هو بيعمله ده. وباباكي وقف اللي هو بيعمله؟ أبدا يا حنين، بابا استمر وكأنه مش في وعيه. والشيخ عاشور عمل ايه؟ الشيخ عاشور كان بيتظاهر ان هو بيقول يركز على الهدف الأساسي، بس هو كان بيكذب على بابا وعمال يخلط القرآن بالطلاسم. وبعدين حصل ايه؟ أصحاب بابا فعلا بدأوا يهاجموه ويضربوا عليا أنا وماما نار. والشيخ عاشور ازاي ما دفعش عنكم؟ الشيخ عاشور طلع واحد من الجن يا حنين، مش شيخ ولا حاجة. معقول ازاي ما كان مكتوب على النت؟ أيوة زي ما انت قرأتي بالظبط. طيب وايه الهدف من اللي كان بيعمله الشيخ عاشور؟ هدف الشيخ عاشور هو الدم بس، وزي ما انت قرأتي على النت ان في الآخر لازم يخلص على أكبر عدد من الضحايا. لا ما تقوليش الشيخ عاشور هو اللي قتل الناس المعزومة. أيوة للأسف هو ده اللي حصل، الشيخ عاشور خلص على الكل وخفى الجثث، بس الأرواح فضلت موجودة هنا وساكنة في الفيلا. ايوه بس مفيش اي حد ظهر لاي حد من العيله لغايه دلوقتي غيرك. أيوة معاكي حق، بس ده ما يمنعش ان الأرواح الكل ما زالت موجودة هنا. طيب والشيخ عاشور راح فين دلوقتي، وايه الهدف انه يخلي الفيلا مهجوره بالمنظر ده؟ الفيلا ما فضلتش مهجورة ولا حاجة، الفيلا سكنها بعدنا عمي وعيلته. ايوه بس انا قرات على النت انهم ما استحملوش ومشي على طول، ولا الشيخ عاشور قضى عليهم هما كمان؟ لا، الشيخ عاشور ما قدرش عليهم لأن عمي كان بيقرأ قرآن كثير وحس ان ما كان في حاجة فهرب منه على طول هو وعيلته. وفين الشيخ عاشور دلوقتي؟ قاعد برا على شط البحر بيصطاد الناس الغلابة وبيغرقهم. بجد هو ازاي وحش كده وانتوا ازاي ساكتين على كده؟ احنا في ايه نعمله، احنا أرواح. طيب وعمك ما قضاش عليه ليه لما حس بوجوده؟ عمي كان هدفه الأول والأخير ان هو ينجي هو وعيلته بس. طيب والحل ايه دلوقتي مع سفاك الدماء ده؟ روحي الرامي وهو هيقولك. رامي؟ قصدك مين، رامي اخويا؟ أيوة رامي قرأ مذكرات بابا. يا بنتي ازاي انتي مش قلتي لي باباكي اتقتل معاكم في الفيلا الليله اياها، ازاي لحق يكتب عن الليله دي في المذكرات؟ هقولك يا حنين، أهل الأرواح ضربوا النار عليا أنا الأول وبعدين على ماما عشان يوقفوا بابا عن اللي بيعمله. وبعدين باباكي فاق من حالة عدم الوعي اللي هو كان فيها. أيوة بس للأسف كان فات الأوان، ولما قابلت بابا في عالم الأرواح بلغني إن هو هرب من الأهالي. لمدة ربع ساعة دخل فيها حجرة المكتب وقفل عليه الباب عشان يسجل أحداث الليلة دي في مذكرات، وإزاي ممكن أي حد يجي بعدين يقضي على الشيخ عاشور ويخلص الناس من شره. بس فعلا بعد ما انتهى من التسجيل أهل الأرواح اقتحموا عليه الأوضة وخلصوا عليه. في ايه يا حنين؟ في حد يدخل على حد بالطريقة دي؟ فين المذكرات يا رامي؟ مذكرات؟ مذكرات ايه؟ مذكرة غيث وبطل استهبال.
مين اللي قالك على المذكرات دي؟ انا ما حكيتش لاي حد، حتى بابا وماما. مالكش فيه، المهم دلوقتي احنا لازم نقضي على الشيخ عاشور ده وبأسرع وقت. الشيخ عاشور؟ ايه ده؟ انت عرفتي التفاصيل دي كلها منين يا حنين؟ روح عليه يا رامي، بتتواصل معايا. روح عليه، معقول الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايوه، وقالت لي ان ابوها كاتب احنا ازاي نقدر نقضي على الشيخ عاشور في المذكرات. ايوه، غيث فعلا كاتب في المذكرات ازاي نقضي على عاشور، بس التجربه دي خطر قوي يا حنين. وانت من امتى بتخاف من الخطر يا رامي؟ احنا لازم نقضي على الشيخ عاشور بأسرع وقت عشان ما يأذيش حد ولا يموت حد تاني، كفاية قوي كده. يبقى لازم نبلغ بابا وماما الاول يا حنين. بالعكس يا فالح، ماما وبابا دول بالذات مش المفروض يعرفوا حاجة خالص عن الحكاية دي، وليه بقى ان شاء الله؟ لانهم ببساطة هيمنعونا اننا نعمل اي حاجة وهيخافوا علينا. بس لازم حد كبير يكون عنده فكره عن اللي هيحصل بالظبط، علشان لو حصل اي حاجه لا قدر الله يقدر يتدخل وينقذنا. على فكرة احنا مش صغيرين يا رامي، وكمان روح عليا معانا. انتي بتهزري يا حنين؟ وهي روح عليها تعمل لنا ايه ان شاء الله؟ دي مجرد روح كانت نفعت نفسها في الاول. اكيد نصايح عليها تخلينا نقدر نمسك الشيخ عاشور ونقضي عليه. ايه يا رامي، جاهز؟ ايوه جاهز، بس خايف. او هو احنا مش كنا المفروض نخرج عند البحر؟ لا ما تخافش يا رامي، ربنا معانا باذن الله. لا روح عليه قالت لي ما تدهوش عند البحر، لان ده مكان قوته ممكن ينتصر علينا بسهوله ويرمينا في الميه. بصي يا حنين، غيث كاتب في المذكرات ان اول حاجه هنعملها علشان نخلي الشيخ عاشور يظهر لنا اننا نقرا الايات القرانيه المكتوبه في الصفحه دي. ايه ازاي يعني عفيت يظهر لما نقرا له قران؟ اصل بصراحه كده الايات مكتوبه بشكل معكوس. نعم؟ لا يا رامي، واحنا طبعا عمرنا ما هنعمل كده، ده كلام ربنا يا رامي، ما ينفعش. احنا هنا يا شيخ عاشور جايين ومستعدين لمواجهتك. ايه يا بنتي، ايه اللي بتعمليه ده؟ هو كده يعني هيظهر لنا؟ شيخ عاشور، احنا عارفين انك مش شيخ ولا حاجة، وانك مجرد واحد من الجن عاصي لله متسلط على الناس بشرك، واحنا لازم نوقفك عند حدك. يا ستي اهدي وما تزعقيش كده، بابا وماما هيصحوا. احنا مش هنقرأ التعويذة يا شيخ عاشور، ومش هنغضب ربنا وانت تطلع وهتواجهنا. يلا ندخل يا حنين قبل ما حد ياخد باله، شكله كده مش هيطلع لنا. هو غيث ملقاش غير عيلين صغيرين وجايبهم ياخدوا حقه. احنا مش عيال يا شيخ عاشور، وانت عارف كده كويس. طيب ياللي مش عيال عايزين مني ايه؟ احنا جايين نحذرك، لو ما وقفتش اللي انت بتعمله ده هنقضي عليك. روح العب بعيد يا شاطر. انا هشغل قرآن عشان اقضي عليك يا شيخ عاشور. بتعملي ايه يا غبية؟ انت كده هتحرقيني. مش انت اللي مصدر تستهزئ بينا؟ في ايه يا ولاد؟ وايه اللي بيحصل هنا؟ ومين الراجل ده؟ ده مش راجل يا بابا، ده الشيخ عاشور. الشيخ عاشور مين؟ انتوا ازاي تدخلوا اغراب الفيلا؟ ده مش بني ادم يا ماما، ده عفريت. عفريت؟ عفريت ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ ابوس ايديكم خلوهم يوطوا صوت القرآن ده شوية، انا كده هتحرق. رامي خش انت واختك جوه من فضلكم وسيبوني، انا هتصرف مع الراجل ده. لا يا بابا، احنا مش هندخل غير لما نقضي على العفريت ده. شايفة يا ست هانم، دي اخرة انك مش واخدة بالك من ولادك. اللي ان شاء الله يا سي حمدي، هو انا اللي جبتهم الفيلا المسكونه دي ولا انت؟ مش وقت خناق يا بابا، انت وماما ساعدونا نقضي على الشيخ عاشور ده لو سمحتوا. ايوه يعني انتوا عايزيننا نعمل ايه؟ اربطوه بسرعة لو سمحتوا. سيبوني ارجوكم، انا حاسس ان انا خلاص هتحرق. انا هعلي صوت القرآن اكتر. بجد يا حنين مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انتي عملتيه، انتي وعيلتك، احنا كده ارواحنا ارتاحت. لا شكر على واجب يا عليا، واكيد انا ما كنتش هعرف اعمل اي حاجة من غير نصايحك. بس انا حزينه قوي يا حنين ان انتوا خلاص ماشيين.
صدقيني يا عليا مش هينفع نقعد هنا تاني اكتر من كده. يا بنت الأرواح خلاص ارتاحت، مش هتسبب لكم أي قلق. انا عارفه والله، بس يا ستي بابا مصمم ما نقعدش اكتر من كده في الفيلا دي. طب تحبي أكلم أنا عمو وأقنعه؟ لا بالله عليكي يا عليا، كفايه الخضاء اللي بابا خدها من الشيخ عاشور. طب بالله عليكي يا حنين تعالي زوريني باستمرار. طبعا يا عليا الفيلا دي كده كده هتفضل ملكنا، هو اي نعم بابا مصمم يعرضها للبيع، بس انا متاكده ان مش هيلاقي لها مشتري دلوقتي خالص. طيب أول ما تدخلي الهندسة تيجي وتبشريني. طبعا يا عليا ان شاء الله. خلاص كده يا ماما جهزت الشنط. ايوه يا رامي جهزت الشنط وكله تمام. ما تحاولي كده يا ست الكل تقنعي بابا ان احنا ما نمشيش. صدقني يا رامي مش هينفع، على قد ما باباكم فرحان انكم قدرتوا تنتصروا على الشيخ عاشور ده، على قد ما هو حاسس بالذنب لانه هو اللي جابكم في المكان ده. يعني كده خلاص يا ماما مش هنيجي فيلا غيظ تاني؟ لا طبعا تقدروا تيجوا لغاية لما الفيلا تتباع، بس طبعا واحنا معاكم. يلا يا وفاء، يلا يا رامي، يلا يا حنين، كده هنتأخر. جبت عربية طيب يا حمدي؟ لا يا وفاء، ما انت عارفة اللي فيها مفيش ولا عربية رضيت تدخل تحت الفيلا. يا لهوي يا حمدي، يعني احنا برضه هنشيل الشنط دي كلها لحد اول الطريق؟ يعني احنا أول مرة نعملها يعني يا وفاء، عادي يعني. لا يا اخويا مش اول مرة، بس كله يعني من عمايلك السودة. بقول لك يا بابا طالما مش قادر تشيل الشنط انا بقول يعني نخلينا قاعدين في الفيلا وخلاص. ده بعينك يا رامي، نقعد في المكان ده دقيقة واحدة تاني. يلا يا وفاء شدي حيلك. حاضر يا اخويا انا حيلي اتقطع والله.